اهلا بيكم في حلقه جديده، اتمنى انكم تكونوا بخير. واخيرا بقى جايين النهارده نتكلم كده عن مسلسلات رمضان في 2026، الموسم الرمضاني يا جماعه اللي كل سنه كده اتعودنا نعمل فيديوهات عنه، عن المسلسلات اللي هتكون موجوده معانا. والنهارده بقى هو الجزء الاول من السلسله دي، لان بصراحه صعب قوي ان الواحد يحط كل المسلسلات في فيديو واحد بس. فالنهارده هنتكلم عن 11 مسلسل الواحد كده شايفينهم ان هم هيكونوا مسلسلات قويه، واللي حقيقي انا متحمس لكتير قوي منهم. فعشان كده بقى هنبتدي في القائمه بتاعتنا على طول كده. وعايز برضو قبل ما ننسى في الليله دي كلها وننشغل، يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعملوا لايك، عشان اللايك ده بيفرق فعلا ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. واول مسلسل بقى انا حابب ابتدي معاكم بيه، وهو مسلسل كان يا مكان. المسلسل اللي هيجي لنا من بطولة ماجد الكدواني ويسرا اللوزي، جلا هشام، عارفة عبد الرسول، وريتال عبد العزيز. واللي زي نوعية الأعمال اللي بيعملها ماجد الكدواني يا جماعة، المسلسل ده عائلي وعائلي بامتياز. بس المرة دي بقى هو واخدها لحتة ممكن أقول مؤثرة شوية، أو حتة هيكون فيها شوية ظلامية كده، على عكس أعماله الأخيرة اللي هي كان فيها طابع الهدوء. فالمرة دي قصة مسلسلنا هتكون بتتكلم عن أسرة صغيرة مكونة من أب وأم وبنتهم، لكن بقى بنشوف إن الأم بتمر بمرحلة كده أزمة منتصف العمر، وفي غفلة كده بتطلب الطلاق من جوزها عشان تقرر إن هي تعيش حياتها زي ما هي عايزة. واللي نشوف بقى نوعية الأشخاص اللي بيدخلوا في حياتها بعد الطلاق، عشان فجأة بقى اللي ممكن أقول الطلاق الهادي بيتحول لمشاكل كتير جدا ما بينهم. عشان نشوف بقى إن اللي بتقع في النص في الضحية في الليلة دي كلها هي بنتهم، اللي بتتعرض لأزمات كتير جدا. فيا ترى بقى إيه اللي هيحصل في المسلسل، إيه اللي هيجرى بالظبط، ده اللي إحنا لسه هنكتشفه لما المسلسل ينزل. وزي ما بقول لكم يا جماعة، الأعمال الأسرية دي الواحد بيحبها جدا، لأن هي بتوعي ناس كتير قوي، وحقيقي أنا متشوق أشوف هم هيعملوها إزاي. ده غير إن المسلسل جاي من إخراج كريم العدل ومن تأليف شيرين دياب. أما بقى تاني مسلسل معانا وهو مسلسل اتنين غيرنا، المسلسل اللي هيجي لنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني. والتاني سنة على التوالي يا جماعة بعد مسلسل قلبي ومفتاحه، وآسر ياسين بيقرر إن هو يدخل تجربة مختلفة، ممكن تكون درامية ممكن تكون رومانسية، واللي حقيقة أنا عجبت بيها السنة اللي فاتت، وأتمنى إن هو يكرر ده السنة دي. وهنشوف بقى المرة دي قصة مسلسلة هتكون مختلفة شوية، لأن هي بتكون بتتكلم عن مدرس ثانوي في مدرسة لغات، واللي بيكون بيعيش في عزلة، أو ممكن أقول كده إن هو منكمش شويتين بسبب الماضي بتاعه، وبسبب إن هو عنده ظروف كتير جدا. بس فجأة كده وبالصدفة بتقع في طريقه ممثلة بيكون عندها مشاكل كتير قوي في حياتها. واللي نشوف بقى من النقطة دي إن حياتهم هما الاتنين بتشتبك مع بعض عشان تتحول أقدارهم، أو تختلف الطريق اللي هما الاتنين هيمشوا فيه. فيا ترى إيه اللي هيحصل فيه؟ هل هتتكون قصة حب؟ هل هيساعدها بطريقة مختلفة؟ إيه اللي هيحصل بالظبط؟ ده برضه اللي لسه هنكتشفه جوه أحداث المسلسل. والمسلسل هيجي لنا من إخراج خالد الحلفاوي ومن تأليف رنا أبو الريش. ورنا أبو الريش دي يا جماعة اللي عملت مسلسل كامل العدد، عشان تبقوا عارفين هي عملت إيه. أما بقى المسلسل رقم 3 معانا وهو مسلسل عين سحرية، المسلسل اللي هيجي لنا من بطولة عصام عمر المتألق جدا خلال الفترات اللي فاتت، وهيشاركوا في المرة دي هو باسم سمرة، معاهم جنى الأشقر وعمرو عبد الجليل، اللي الواحد بصراحة مستني يشوف طبيعة المسلسل ده هيكون عاملة إزاي. وحقيقة يا جماعة من البداية كده أنا على قد ما أنا متحمس قوي عشان عصام عمر هو بطل المسلسل، على قد ما أنا خايف بصراحة من التجميع اللي حواليه. مش عارف الناس دي يا بتعمل حاجة بتبقى عظمة قوي، يا بتعمل حاجة بتقلقنا أوي. بس عمومًا يعني قصة المسلسل بتاعنا اللي هيكون بيتكلم عن شاب اللي بيشتغل في تركيب الكاميرات. في يوم من الأيام بسبب ظروف مالية بالنسبة له بيتعرض عليه إن هو يركب كاميرا سرية في مكان معين، وبياخد فلوس مقابل ده. لكن هو بالصدفة كده بيتورط إن هو بيشوف جريمة قتل قدامه، وما بيبقاش عارف يعمل إيه. هل يداري على جريمة القتل دي، وإيه اللي هيحصل بالضبط، وإيه الشبكة الإجرامية اللي هو وقع جواها؟ ده كله اللي إحنا بنكتشفه جوه أحداث المسلسل. والمسلسل هيجي لنا من إخراج السدير مسعود ومن إخراج هشام هلال. أما بقى المسلسل رقم 4 معانا وهو مسلسل عرض وطلب، المسلسل اللي هيجي لنا من بطولة سلمى أبو ضيف وسماح أنور انتصار علي صبحي، ومعاهم كمان رحمة أحمد. والمسلسل المرة دي ما حولهوش تفاصيل كتير قوي، غير إن هو هيكون في الإطار الشعبي، وهتكون بقى مصير مجموعة من الشخصيات اللي بيبقوا موجودين تقريبا مع بعضهم، واللي نشوف بقى قد إيه حياتهم بتبقى معقدة شوية، سواء في المواقف اللي بيقابلوها وحياتهم اليومية بتعدي بيهم إزاي، إيه اللي بيحصل بالظبط. ده اللي لسه هنكتشفه جوه أحداث المسلسل. وحقيقي لحد دلوقتي أنا نفسي أعرف هم هيعملوها بشكل عامل إزاي. أعتقد إن آخر مسلسل لسلمى أبو ضيف في رمضان كان أعلى نسبة مشاهدة واللي حقق نجاح حلو أوي، فأتمنى إن هم يعملوا برضه مسلسل يحقق نجاح كويس، واللي هيكون من إخراج عمرو موسى ومن تأليف محمود عزت. أما بقى المسلسل اللي بعده رقم 5 معانا وهو مسلسل درش، المسلسل اللي هيجي لنا من بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الاتنين اللي بقوا تقريبا ملتصقين ببعض، ومعاهم المرة دي بقى رياض الخولي ومحمد علي رزق. وحقيقة أتمنى أشوف مصطفى شعبان يا جماعة في دور يكون مختلف بالنسبة له. آخر كام سنة برضه نزل في الحتة الشعبية، واللي برضه كان ممكن أقول كان موفق
موفّق فيها، بس أنا نفسي بصراحة يعمل أعمال مختلفة عن اللي بيعملوها مؤخرًا. بس عمومًا يعني قصة المسلسل بتاعنا المرّة دي ممكن تكون مبشرة شوية، لإن هي بتتكلم عن 2 إخوات توأم، واحد فيهم في يوم من الأيام بيفقد الذاكرة، عشان من هنا بيبتدي بقى إن هو يستكشف العالم اللي حواليه، الماضي بتاعه والتاريخ بتاعهم، وده هيكون بقى في إطار كبير أوي من المفاجآت والمواقف الكتير اللي هو أصلًا ما كانش متخيل إن هي ممكن تحصل. فيا ترى بقى إيه القصة اللي بالنسبة لهم، إيه اللي هيحصل بالضبط؟ ده اللي لسه هنكتشفه جوّه أحداث المسلسل. وحقيقة يا جماعة زي ما باقول لكم أنا نفسي إن المسلسل ده يكون في إطار مختلف شوية عن الحاجات الشعبية، لإن هي كتير أوي في رمضان ده، واللي هييجي لنا من إخراج أحمد خالد أمين ومن تأليف محمود حجاج. أما بقى المسلسل رقم 6 معانا وهو مسلسل وننسى اللي كان، المسلسل اللي هييجي لنا من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في الثنائية اللي ناس كتير أوي حبِّتها الفترة اللي فاتت، غير هيشاركهم بقى المرة دي في جوّه أحداث المسلسل خالد سرحان وشيرين رضا ومحمد لطفي. وحقيقة يا جماعة أنا باحس إن هي دي التوليفة اللي ياسمين عبد العزيز لقيتها ناجحة أوي، ده غير أصلًا كمان شوية هنتكلم عن المؤلف اللي أعتقد أنتم زمانكم خمنتوه دلوقتي، وبجد يا جماعة هي بقت نوعية مسلسلات معروفة أوي وليها محبين كتير أوي. بس المرة دي بقى قصة المسلسل بتاعنا اللي بتتكلم عن نجمة مشهورة أوي بتتعرض للتهديد وممكن أقول للمراهقة، عشان نشوف من هنا إن هي بتستعين إن هي تجيب بوديجارد عشان يحميها، واللي بيكون هنا هو كريم فهمي، واللي بنشوف بقى إن هو كان بطل سابق بقى في ملاكمة أو في رياضةٍ ما، لكن هو بيبقى معتزل دلوقتي واللي هو بيخوض بقى تجربته الجديدة في الشغل ده. لكن فجأةً كده نشوف إن الحواجز بتتشال ما بينهم واحدة واحدة لدرجة إن هُم الاتنين بيحبوا بعض أو إن كريم فهمي بيحبها، عشان في النقطة دي نشوف بقى إن الأمور بتتغير والصراع بيتغير، لإن هو بيبقى جوّه الصراع ذات نفسه مش مكلف بس بحمايتها لوحدها. فيا ترى بقى إيه اللي هيحصل بالضبط، إيه اللي هيواجهوه هُم الاتنين؟ ده اللي لسه هنكتشفه في أحداث المسلسل. ولو جينا بقى لحتة التأليف اللي أنتم أعتقد خمنتوه دلوقتي وهو عمرو محمود ياسين، اللي هو مشاركها تقريبًا في أغلب المسلسلات بتاعتها في الفترة الأخيرة، واللي هيكون من إخراج محمد حمدي. نروح بقى للمسلسل اللي بعده ورقم 7 معانا وهو مسلسل علي كلاي، واللي أعتقد أنتم عرفتوا البطل بتاعه دلوقتي وهو أحمد العوضي، بس المرة دي هتشاركوا في البطولة درة ومعاه كمان عصام السقا اللي مشترك معاه في أغلب أعماله، ومعاهم كمان يارا السكري. واللي أعتقد يا جماعة أعمال أحمد العوضي مؤخرًا ممكن أقول لكم إن هي متشابهة شويتين، رغم كده هي بتلاقي نجاح كبير أوي، وده مش عيب يا جماعة إنك تلاقي حاجة وتمسك فيها، بس أتمنى بصراحة نخرج برّه الدايرة دي حتى لو بشكل مختلف شوية. بس عمومًا يعني قصة المسلسل ومن البداية كده طالما عارفين إنه علي كلاي فهو ليه علاقة بالملاكمة، واللي هنشوف بقى إن هو هيكون بيخوض الرحلة دي كلها سواء في المباريات اللي بيلعبها وكمان في حياته الشخصية، لإنه بتواجهه تحديات كتير أوي وظروف صعبة جدًا. فيا ترى بقى القطارات اللي هتكون ماشية في حياته دي هيكون شكلها عامل إزاي، إيه الصعاب اللي هتواجهه، إيه التحديات دي كلها؟ ده برضه اللي لسه هنعرفه أكتر لمّا المسلسل ينزل. والمسلسل هيكون من إخراج محمود عبد السلام ومن تأليف محمود حمدان. أما بقى المسلسل رقم 8 معانا وهو مسلسل ماما وبابا جيران، المسلسل اللي هييجي لنا من بطولة أحمد داوود وميرنا جميل، شيرين، ميمي جمال، ومعاهم كمان محمد محمود. مسلسل بصراحة أنا كنت حاطط عليه آمل من أول ما سمعت الاسم بتاعه، واللي أتمنى فعلًا إن هو يقدم تجربة حلوة. أما قصة مسلسلنا بقى فاللي بتتكلم عن هشام ونورة، الاتنين اللي كانوا متجوزين واتطلقوا، وبعد طلاقهم بنشوف إن حلم نورة إن هي تبقى مغنية، عشان في النقطة دي بقى نشوف إن الخلافات بتبتدي تتسرب واحدة واحدة ما بينهم بسبب الطريق اللي هي عايزة تمشيه والسكة اللي هي عايزة تروح لها. بس في الناحية دي كلها بنشوف بقى إن الانفجار الكبير بييجي من ناحية الحموات الاتنين اللي بيبتدوا يلقحوا على بعض على السوشيال ميديا، عشان فجأة حياتهم الشخصية تبقى مشاع تقريبًا لكل الناس. فيا ترى ده كله هيحصل إزاي؟ إيه مصير أولادهم أصلًا اللي موجودين معانا في القصة؟ هيتعاملوا مع الليلة دي كلها إزاي؟ الضغوط اللي بيتعرضوا ليها؟ ده كله هنكتشفه جوه أحداث المسلسل. زي ما باقول لكم يا جماعة أنا باحب نوعية الأعمال دي، مش شرط دايمًا تكون النهايات بتاعتها نهايات درامية أو فيها يعني ممكن أقول إثارة كبيرة، لإن فعلًا القصة لمّا بتتحكي صح بيطلع منها حاجات مميزة أوي. أمّا بقى إخراج المسلسل فهيكون من محمد كريم، وتأليف المسلسل هيكون جاي لنا من 2 ولاء الشريف ومحمد سليمان عبد الملك. أمّا بقى المسلسل رقم 9 معانا وهو مسلسل الست موناليزا، المسلسل اللي هييجي لنا من بطولة مي عمر وأحمد مجدي، سوسن بدر ووفاء عامر. المسلسل اللي أعتقد بعد ما شُفنا الإعلان بتاعه يا جماعة إن إحنا نحضّر كده نفسنا لكمية الحزن والغم اللي هتكون موجودة جواه. بس بشكل عام يا جماعة المسلسل بتاعنا بيتكلم عن إن البطلة بتاعتنا هتخوض تجربة جواز هي لم تكن تتوقعها. كل الوعود اللي هي هتتوعدها قبل جوازها هتكتشف إن تقريبًا كل حاجة هي عكسها جواها، واللي نشوف بقى إن هي بتمُر بصراعات كتير أوي جوّه عيلة جوزها دي، واللي فجأةً نكتشف كمان إن الأزمات بتزيد واحدة واحدة، عشان حتى بعد طلاقها بنشوف إن هي بتقع في مشاكل أكتر وأكتر. فيا ترى بقى إيه اللي هيحصل بالضبط؟ إيه الصراعات اللي بتواجهها؟ إيه المشاكل اللي عندها؟ إيه الحاجات أساسًا اللي جوزها ده كان واعدها بيها وخلف بيها؟ ده كله برضه اللي بنعرفه جوّه أحداث المسلسل. والمسلسل هيكون من إخراج محمد علي ومن تأليف محمد سيد بشر. أما بقى المسلسل رقم 10 معانا وهو مسلسل فراق، المسلسل اللي هييجي لنا من بطولة عمرو سعد وطارق عماد ومعاهم كمان حاتم صلاح. المسلسل ده يا جماعة اللي من أول ما شُفت البوستر بتاعه توقعت منه حاجة كبيرة أوي، بس بعد ما شُفت الإعلان بتاعه بقى عندي شوية تخوّفات
بس عمومًا يعني ما تخلّينيش أتسرّع وأحكم عليه. أمّا قصة مسلسلنا بقى فاللي بتتكلم عن عباس الريس، الشخص اللي ممكن أقول يكون شعبي شويتين، لكن هو بيبقى في حاله دايمًا، بس في يوم من الأيام بيتعرّض لعملية نصب، وبعد العملية دي كلّها بيتعرّض كمان لظلم كبير أوي، عشان نشوف بقى إن من النقطة دي حياته بتختلف، ونلاقي نَفْسه إن هو في طريق واحد بس وهو طريق الانتقام. فيا ترى بقى إيه اللي هيحصل له بالضبط، إيه الظروف اللي هيواجهها ومحاولته لاستعادة كرامته واستعادة الحق بتاعه، ده كلّه برضه اللي هنكتشفه جوّه أحداث المسلسل. وزي ما باقول لكم يا جماعة، الحاجة الوحيدة اللي مخوّفاني إن عمرو سعد بقى ماسك في الحتّة الشعبية وتقريبًا ما بيسيبهاش. أتمنى بصراحة إن هو يخرج منها في الأعمال اللي جاية، وأتمنى برضه إن المسلسل ده يكون حلو. ده غير إن المسلسل هيكون جاي من إخراج أحمد خالد موسى، أمّا تأليف المسلسل فهيكون جاي لنا من 3: أحمد حلبة وأحمد بكر ومحمد فوزي. أمّا بقى المسلسل رقم 11 معانا والأخير في القايمة بتاعتنا النهارده، وهو مسلسل المداح، المسلسل اللي جاي لنا بجزءه السادس. وانسوا يا جماعة إن أنا بقى أقعد أقول لكم الأبطال اللي فيه، لإنه تقريبًا مجمّع كل الناس اللي ظهرت في الأجزاء اللي فاتت وموجودين معانا جوّه أحداث المسلسل. حمادة هلال يا جماعة اتجنن أقسم بالله. بس بصراحة المسلسل من نوعية المسلسلات اللي يحتمل أجزاء كتير أوي، مع عدم تفضيلي بصراحة إن هو طوّل فيه للدرجة دي، خصوصًا بعد ما وعدونا في الموسم اللي فات إن هو الأخير. فأتمنى إن المرّة دي على الأقل إن ده يبقى الأخير. ففي النهاية بقى أنا عايز أعرف رأيكم أنتم، إيه توقعاتكم من المسلسلات اللي إحنا اتكلمنا عليها النهارده؟ تتوقعوا من المسلسلات دي مين هينجح فيهم؟ أنتم أصلًا مستنيين مسلسلات إيه فيهم؟ واستنوا الجزء اللي جاي إن شاء الله هنتكلم فيه على باقي المسلسلات اللي هتكون موجودة معانا، وفي القايمة دي هيكون موجودة معانا ناس تقيلة جدًا زي يوسف الشريف مثلًا. فحقيقة يا جماعة أنا كمان متحمس للقايمة اللي جاية دي، فلحد ما أنزّل الحلقة اللي جاية عايز أعرف رأيكم في كل اللي إحنا اتكلمنا فيه النهارده. وفي النهاية بقى لو عجبك الفيديو ده ما تنساش إنك تعمل لايك عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس. ما كنتش مشترك معانا في القناة يشرفني أكيد إنك تشترك، وأشوفك بقى في حلقة جديدة وملخص جديد. سلام.